بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعة، احنا من الاخر عاملين مقاطعة للحاجات اللي هي اسمها فلان وفلان وعلان. انا مش عايزة اقول اسماء علشان ما ازودهمش شهرة يعني. فاحنا نعمل حاجاتنا ببيتنا تحفة جدا جدا، موفرة ونظيفة، حاجة كده فاخر من الاخر. تعالوا نخش على الفيديو بسرعة نشوف هنعمل الحاجة بتاعتنا الجميلة دي ازاي. احنا هنعمل برجر فراخ. عندي كمية صدور فراخ، ده الهدر اللي طالع من الصدور. انا بجيب كمية الفراخ بتاعت الشهر، فانا اللي بخليها، فاللي بيطلع منها الحتت المقطعة. وخدت معاهم كيس بانيه بصراحة كده يعني، فقلت افرمهم في الكبة. كان عندي حتة دهنة اللي هي اللي بنلف بيها الطرب يعني، ما كانش عندي دهن خالص، فقلت اخد الحتة دي تدي طعم كده للصدور. عايزه تحط صدور ووراك براحتك خالص. عندي كميه حلوه كده بتاع كيلو، كيلو ونص من الصدور. ضربتهم في الكبه، نعمتهم خالص، وحطيت البهارات اللي انا كاتباها لكم على الشاشه دي. حاجه كده تحفه جدا. انا ما جبتش حاجه من بره خالص من البهارات. كل الناس عندها بقى البهارات، الثوم البودر، البصل البودر، الجنزبيل، الحاجات دي كلها. حطي من كل حاجه معلقه كبيره كده على قد الكميه بتاعتك. انا عامله كيلو وربع او كيلو يعني، مش ما وزنتش قوي يعني، بس انا وزنتهم بعد ما خلصت خالص. الكميه اتضاعفت طبعا، حاجه كده فاخر من الاخر، تحفه جدا جدا. بعد ما عملتهم بعيد عليهم، بعد ما حطيت عليهم البهارات بعيد عليهم ضرب في الكبه تاني عشان انعمهم. بص العجينه بقت حلوه ازاي، تحفه جدا. انت ما بتجيب البرجر من اي محل او اي شركه من الشركات، بتبقى بتيجي تسويها بتكش النص دي، ولا كشت ولا حاجه، وحجمها جميل جدا. المشكله عندي ان انا ايه يعني، كبرت القطع شويه، كانت كبيره قوي. فلو انت هتعملي اقل من القطعه دي شويه هتعملي كميه حلوه جدا. الكميه دي عملت معايا 14 واحده. لو انت قللتي القطعه شويه هتعمل معاك اكتر من 20. بص عملنا الحاجه بقى، وعملت كميه كمان اللي اتعشينا بيها، وفضلوا شويه في الفريزر نعمل بيهم وجبه تانية. حاجه تحفه جدا. انا عملت عندي المكبس بتاع البرجر دون، باخد قطعه حلوه كده ومقطعه اكياس من بتاعه السندوتشات على قد البرجرايه، بدل الكيس حته زيت صغننه كده. واخد قطعه من البرجر واكبس بالكيس. ما عندكيش بالمكبس، ما عندكيش المكبس ده، بغطى اي برطمان واعملي نفس الحركه دي. مش يعني عادي، احنا ما يستعصيش علينا حاجه. انت عارفه لو عندك الطاسه اللي هي بتاعت اللي هي بتاعت الجريل دي يعني، بيبقى فيها نفس الخطوط دي، مش هتحتاجي ان انت تجيبي مكبس ولا حاجه. مش هنشتري حاجه مخصوص، احنا نعمل حاجاتنا في بيتنا يعني. اللي يخلينا نوفر ان احنا نجيب سندوتشات من بره واروح نشتري مكبس بالشيء لا يعني غطا برطمان وصرفي نفسك يعني. بس عملت الكميه دي، حطيتها في اطباق. هنعمل بقى كذا وجبه براحتنا يعني، اعملي شويه وخشي الباقي في الفريزر. شوفي انت لما بتجيبي السندوتش من بره بتجيبيه بكام، وشوفي لو جبتي نفس البرجر من اي شركه من الشركات، القطعه هتبقى صغننه قوي وبتكشي معاكي. لا اعملي حاجتك في البيت تحفه جدا جدا وموفره. بسم الله ما شاء الله يعني. يعني قعدنا ناكل فيهم قد كده يعني. هوريكم شويه من اللي احنا اتعشينا بيهم، وفي نص الكميه شايلهم في الفريزر ليوم تاني. حاجه كده فاخر من الاخر. تعالوا نعمل مع بعض السندوتشات بقى. في البدايه انا بكرمل بصلايه، بقطع بصلايه حلوه متوسطه كده، بحط نقطه زيت على البوتاجاز يعني، معلقتين 3 زيت كده، وبقطع البصله جوليان، وبخلي البصلايه تصفر يعني. انا مش عايزاها تحمر، عايزاها تصفر كده. حطيت ربع معلقه سكر عشان اكرمل فيها البصله دي في الساندوتش بتدي طعم خرافه. اللي مش حابب ما يعملهاش ماشي. الزيت بقى اللي هيفضل في الطاسه ده، انا عايزاه هعمل بيه حاجه دلوقتي. هعمل الصوص اللي انا هحطه في الساندوتش، شويه كاتشب، شويه مستردة، شويه مايونيز، يعني بالتساوي كده، وهقلبهم مع بعض. بدل ما تحطي حبه من هنا لا يعني، خلي الصوص كده مع بعض. تمام. عندك بقى الجريل بتاعك، عندك طاسه تيفال، عندك اي طاسه، حطي معلقتين زيت وحطي سوي. بصي البرجر مجمد طلعه من الفريزر، حطيه في الطاسه على طول، هيستوي معاك ويبقى زي الفل. شويه الزيت اللي حطاهم في الطاسه الناحيه التانيه دول، هحمر فيهم العيش. بصي لما تحمري العيش كده بتديله تحميره بسيطه كده، بيبقى الطعم حلو قوي. جربي الخطوات دي كده، هتاكلي سندوتش احسن من اللي بتجيبيه من فلان. واخدين بالكم؟ انا مش هقول الاسامي عشان مش هعمل لهم صيت يعني. تعملي حاجتك في البيت تحفه جدا. عملت كميه السندوتشات دي، بحط بقى معلقه من الصوص اللي انا عاملاه، بتحطي البرجرايه، بتحطي عليهم حته جبنه شيدر، بتسيح معاكي كده على الطاسه. حطي حته كابوتشا، حته طماطم، حته كاتشب، ظبطي السندوتش بتاعك. قسما بالله
عظمه. في ناس بتحب البصل المكرمل يحطه، في ناس ما بتحبوش. فاعملي السندوتش براحتك خالص، اعملي حاجه على مزاج يعني. هتعملي كميه سندوتشات هتوفر معاكي بتاع 300 400 جنيه. عشان تعملي عشوه زي دي وتجيبيها من بره هتكلفك مبلغ وقدره يعني. اعملي حاجتك في البيت ان شاء الله يعجبك جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو تدعمونا باللايك، شير، سبسكرايب للقناه. مع السلامه.